يا عشاق الكرة الجميلة ويا متابعي البطولات الكبرى، أمامنا مواجهة لا تفوت، مباراة تشعل الحماس قبل أن تبدأ وتكتب التاريخ قبل أن تلعب. ريال مدريد بأسلحته الأوروبية القاتلة ونجومه الذين لا يرحمون في مواجهة الهلال السعودي زعيم آسيا القادم بروح البطولة وعزيمة الرجال. من سيتفوق؟ من يفرض شخصيته على أرض الملعب؟ ومن هو اللاعب الذي سيشعل المدرجات بهدف لا ينسى؟ في هذا الفيديو سنكشف لكم التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين، والأهم سنكشف توقع النتيجة والهدافين بدقة. ابقى معنا حتى النهاية لأن التفاصيل القادمة قد تغير كل توقعاتك. لا تغادر فالأفضل لم يبدأ بعد. التقى الفريقان سابقا في نهائي كأس العالم للأندية 2022 ووقتها فاز ريال مدريد بنتيجة كبيرة 5-3، لكن الأمور الآن اختلفت. الهلال أصبح أقوى وأكثر تنظيما وأكثر شراسة ومدعوم بأسماء عالمية ومدرب يجيد القراءة الفنية. أما ريال مدريد فلا يزال يمثل الرعب الأوروبي رغم تبدل الأجيال وتغير الأسماء، فالشخصية المدريدية لا تموت. التشكيلة المتوقعة للهلال السعودي بقيادة سيموني إنزاغي 2-5-3. حارس المرمى ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، علي لاجامي. خط الوسط كانسيلو، روبن نيفيز، مالكوم سافيتش، لودي. الهجوم متروفيتش، سالم الدوسري. التشكيلة المتوقعة لريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو 2-5-3. حارس المرمى أندري لونين. خط الدفاع أسينسيو، أنطونيو روديغر، هويسن. خط الوسط أرنولد، فيدريكو فالفيردي، تشواميني، بيلينغهام، فران غارسيا. الهجوم كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور. الهلال يدخل المباراة بتوازن مثالي بين الصلابة الدفاعية والإبداع في وسط الميدان. نيفيز وسافيتش يشكلان محورا قويا قادرا على كسر خطوط ريال مدريد، وسالم الدوسري لا يزال رمانة ميزان الهجوم الأزرق بعقليته وخبرته وسرعة قراراته. في المقابل يعتمد ريال مدريد على الضغط العالي والتنقل السلس بين الخطوط والاعتماد على التحركات الذكية من فينيسيوس ومبابي. اللحظة الحاسمة ستكون في وسط الملعب، من يفرض سيطرته هناك فستكون له الغلبة. وإذا كسر الهلال نسق مدريد في أولى 20 دقيقة فقد نشهد مفاجأة من العيار الثقيل. النتيجة المتوقعة 3-1 لريال مدريد. الهدافون المتوقعون لريال مدريد كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام. للهلال ألكسندر متروفيتش. ورغم أن الأرقام تميل لريال مدريد إلا أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء فقط بل بالروح واللحظة والتركيز. في هذه الليلة العالم كله سيتوقف لمشاهدة هذا الاصطدام الكروي بين شرق وغرب، بين مدرسة إسبانية لا تعرف الرحمة ومشروع سعودي بات يهدد الكبار. فهل يفعلها الهلال ويكسر الهيبة المدريدية أم يؤكد الميرينجية هيمنته على العالم؟ الإجابة على أرض الملعب